وصية له عليه السلام لأصحابه علمهم فيها آداب الدين والدنيا، وهي 400: أيها الناس، اتقوا باطل الأمل، فرب مستقبل يوما ليس بمستدبره، ومغبوط في أول ليلة قامت بواكيه في آخره. تزودوا من الدنيا التقوى، فإنها خير ما تزودتموه منها. اتقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. وارغبوا فيما عند الله، واطلبوا مرضاته وطاعته، واصبروا عليهما، فما أقبح بالمؤمن أن يدخل الجنة وهو مهتوك الستر. لا تعيونا في طلب الشفاعة لكم يوم القيامة بسبب ما قدمتم، ولا تفضحوا أنفسكم عند عدوكم يوم القيامة، ولا تكذبوا أنفسكم عندهم في منزلتكم عند الله بالحقير من الدنيا. تمسكوا بما أمركم الله به، فما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى ما يحب إلا أن يحضره رسول الله، وما عند الله خير وأبقى. وتأتيه البشارة والله فتقر عينه، ويحب لقاء الله. اذكروا عند المعاصي انقطاع اللذات وبقاء التبعات. لا تدعوا ذكر الله في كل مكان ولا على كل حال. إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فليتعوذ بالله وليقل: آمنت بالله وبرسوله مخلصا له الدين. الزموا الصدق فإنه منجاة. لا تقيسوا الدين فإن من الدين ما لا يقاس. وسيأتي قوم يقيسون الدين وهم أعداؤه، وأول من قاس إبليس. انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج ما داوم عليه العبد المؤمن. الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف،
ولكل شيء زكاة، وزكاة البدن الجهاد والصيام، وزكاة اليسار بر الجيران وصلة الأرحام، وزكاة الصحة السعي في الطاعة، وزكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله، وزكاة السلطنة إغاثة الملهوف، وزكاة النعم اصطناع المعروف، وجهاد المرأة حسن التبعل. الفقر مع الدين هو الموت الأحمر والشقاء الأكبر. قلة العيال أحد اليسارين، التقدير نصف العيش، التودد إلى الناس نصف العقل، الهم نصف الهرم. ما عال امرؤ اقتصد، وما عطب امرؤ استشار. الصدقة جنة عظيمة، وحجاب للمؤمن من النار، ووقاية للكافر من تلف المال، تعجل له الخلف وتدفع السقم عن بدنه، وما له في الآخرة من نصيب. إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، استنزلوا الرزق بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، وسوسوا إيمانكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء، عليكم به قبل نزول البلاء. فوالذي فلق الحب وبرأ النسم، للبلاء أسرع إلى المؤمن من السيل من أعلى التلعة إلى أسفلها، أو من ركض البراذين. سلوا العافية من جهد البلاء، فإن جهد البلاء ذهاب الدين. أكثروا الاستغفار، فإنه يجلب الرزق، وقدموا ما استطعتم من عمل الخير تجدوه غدا. توقوا الذنوب، فما من بلية ولا نقص رزق إلا بذنب، حتى الخدشة والنكبة والمصيبة. فإن الله جل ذكره يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. توبوا إلى الله عز وجل، وادخلوا في محبته، فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، والمؤمن منيب وتواب. باب التوبة مفتوح لمن أرادها، فتوبوا إلى الله توبة نصوحا.
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. الدعاء يرد القضاء المبرم، فاتخذوه عدة واستعملوه. تقدموا في الدعاء قبل نزول البلاء، فإنه تفتح أبواب السماء في 6 مواقف: عند نزول الغيث، وعند الزحف، وعند الأذان، وعند قراءة القرآن، ومع زوال الشمس، وعند طلوع الفجر. ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمنه البلاء؟ من كانت له إلى ربه حاجة فليطلبها في 3 ساعات: 2 في يوم الجمعة، و2 تزول الشمس حين تهب الريح وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة ويصوت الطير، و2 في آخر الليل عند طلوع الفجر، فإن ملكين يناديان: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى له؟ فأجيبوا داعي الله. توكلوا على الله عند ركعتي الفجر بعد فراغكم منها، ففيها تعطى الرغائب. واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإنه أسرع لطلب الرزق من الضرب في الأرض، وهي الساعة التي يقسم الله فيها الأرزاق بين عباده. من قرأ قل هو الله أحد من قبل أن تطلع الشمس 10 مرات ومثلها إنا أنزلناه في ليلة القدر ومثلها آية الكرسي منع ماله مما يخاف عليه. ومن قرأ قل هو الله أحد وإنا أنزلناه في ليلة القدر قبل طلوع الشمس لم يصبه في ذلك اليوم ذنب وإن جهد إبليس. المنتظر وقت الصلاة بعد العصر من زوار الله عز وجل، وحق على الله تعالى أن يكرم زائره وأن يعطيه ما سأل. إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر في طلبها يوم الخميس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. وليقرأ إذا خرج من بيته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد، وآية الكرسي وإنا أنزلناه في ليلة القدر، وأم الكتاب فإن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة. السؤال بعد المدح، فامدحوا الله عز وجل ثم اسألوه الحوائج، وأثنوا عليه قبل طلبها. يا صاحب الدعاء، لا تسأل ما لا يكون ولا يحل، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فإنكم لن تنالوها إلا بالتقوى. من كمل عقله حسن عمله ونظر إلى دينه، من صدئ بالإثم عشي عن ذكر الله عز وجل، من ترك الأخذ عن أمر الله بطاعته قيض الله له شيطانا فهو له قرين. أخبث الأعمال ما ورث الضلال، وخير ما اكتسب أعمال البر. أنتم عمار الأرض الذين استخلفكم الله عز وجل فيها لينظر كيف تعملون، فراقبوه فيما يرى منكم. عليكم بالمحجة العظمى فاسلكوها، لا تستبدل بكم غيركم. إن الحجامة تصح البدن وتشد العقل. أخذ الشارب من النظافة وهو من السنة، والطيب في الشارب من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، وكرامة للكاتبين. نعم الطيب المسك، خفيف محمله، عطر ريحه، والدهن يلين البشر ويزيد في الدماغ والعقل، ويسهل مجاري الماء، ويذهب بالقشف، ويصفي اللون. السواك مرضاة للرب ومطيبة للفم، وهو من السنة. وغسل الرأس بالخطم يذهب بالدرن وينفي الأقذار. والمضمضة والاستنشاق بالماء عند الطهور سنة، وطهور للفم والأنف. والصعوط مصحة للرأس وتنقية للبدن وسائر أوجاع الرأس. والنورة نشرة للبدن وطهور للجسد. الحقنة من الأربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الحقنة، وهي تعظم البطن وتنقي داء الجوف وتقوي البدن. استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الطهور والصلاة. وتقليم الأظافر يمنع الداء الأعظم
ويجلب الرزق ويدره، ونتف الإبط ينفي الرائحة المنكرة، وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب عليه السلام. غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق. غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج بين يدي الله عز وجل واتباع السنة. وقيام الليل مصحة للبدن ورضا للرب عز وجل وتعرض للرحمة وتمسك بأخلاق النبي. والجلوس في المسجد من بعد طلوع الفجر إلى حين طلوع الشمس للاشتغال بذكر الله سبحانه أسرع في تيسير الرزق من الضرب في أقطار الأرض. أكل التفاح نضوج للمعدة. مضغ اللبان يشد الأضراس وينفي البلغم ويقطع ريح الفم. أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف، وهو يطيب المعدة ويذكي الفؤاد ويشجع الجبان ويحسن الولد. أكل 21 زبيبة حمراء على الريق في كل يوم تدفع الأمراض إلا مرض الموت. كلوا الدباء فإنه يزيد في الدماغ، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلوا الأترج قبل الطعام وبعده، فإن آل محمد عليهم السلام يأكلون. الكمثرى يجلو القلب ويسكن أوجاعه بإذن الله. كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة، وفي كل حبة من الرمان إذا استقرت في المعدة حياة للقلب وإنارة للنفس، ويذهب بوسواس الشيطان 40 ليلة. كلوا الهندباء فإنه ما من صباح إلا وعليه قطرة من قطرات الجنة. نعم الإدام الخل يكسر المر ويحيي القلب. استعطوا بالبنفسج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسوا، إنه حار في الشتاء بارد في الصيف. تشمموا النرجس ولو في العام مرة، فإن في قلب الإنسان حالة لا يزيلها إلا النرجس. حسو اللبن شفاء من كل داء إلا الموت. اتخذوا الماء طيبا، اشربوا ماء السماء فإنه طهور للبدن ويدفع الأسقام. قال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. 4 أنهار من الجنة
الفرات والنيل وسيحان وجيحان. الحبة السوداء ما من داء إلا وفيها منه شفاء إلا السأم. خالفوا أصحاب المسكر وكلوا التمر فإن فيه شفاء من الأدواء. ما تأكل الحامل شيئا ولا تبدأ به أفضل من الرطب. قال الله عز وجل لمريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربيه وقري عينا. لعق العسل شفاء من كل داء. قال الله تبارك وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وهو مع قراءة القرآن. عليكم بالزيت فإنه يذهب البلغم ويشد العصب ويحسن الخلق ويطيب النفس ويذهب الغام. إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن فإن الله جعل القوة فيهما. ابدأوا بالملح في أول طعامكم واختموا به، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب. من ابتدأ طعامه بالملح أذهب الله عنه 70 داء لا يعلمه إلا الله عز وجل. أقروا الحار حتى يبرد ويمكن، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقد قرب إليه طعام حار أقروه حتى يبرد ويمكن أكله. وما كان الله ليطعمنا الحار، والبركة في البارد، والحار غير ذي بركة. أقلوا من أكل الحيتان فإنها تذيب البدن وتكثر البلغم وتغلظ النفس. لحوم البقر داء وألبانها دواء وأسمانها شفاء. تنزهوا عن أكل الطير الذي ليس له قانصة ولا صيصة ولا حوصلة ولا كابرة. واتقوا أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ولا تأكلوا الطحال فإنه ينبت من الدم الفاسد. اتقوا الغدد من اللحم فإنها تحرك عرق الجذام. فقدت من بني إسرائيل أمتان، واحدة في البحر وأخرى في البر، فلا تأكلوا إلا ما عرفتم. توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء ويوم الجمعة، فإن الأربعاء نحس مستمر وفيه خلقت جهنم، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات. توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، أوله يحرق وآخره يورق.
الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير، وغسل الثياب يذهب بالهم والحزن وهو طهور للصلاة. الحمى رائدة الموت وسجن الله في الأرض، يحبس بها من يشاء من عباده، وهي تحت الذنوب كما يتحات الوبر عن سنام البعير. ليس من داء إلا وهو داخل الجوف إلا الجراحة والحمى، فإنهما يردان على الجسد ورودا. اكسروا حر الحمى بالبنفسج والماء البارد، فإن حرهما من فيح جهنم. لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه صحته. العين حق، والرقى حق، والسحر حق، والفال حق، والطيرة ليست بحق، والعدوى ليست بحق، والطيب نشرة، والغسل نشرة، والنظر إلى الخضرة نشرة، والركوب نشرة. إذا نظر أحدكم في المرآة فليقل: الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي، وصورني فأحسن صورتي، وزان مني ما شان من غيري، وأكرمني بالإسلام. إياكم وعمل الصور، فمن عمل الصور سئل عنها يوم القيامة. إياكم والكسل، فإنه من كسل لم يؤد حق الله عز وجل. لا تختموه بغير الفضة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما طهر الله يدا فيها خاتم حديد. ومن نقش على خاتمه اسما من أسماء الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ. لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم، ومن شاب شيبة في الإسلام كان له نورا يوم القيامة. لا يتفل المسلم في القبلة، فإن فعل ناسيا فليستغفر الله عز وجل منه. لا ينفخ المرء في موضع سجوده، ولا ينفخ في طعامه، ولا في شرابه، ولا في تعويذه. لا يتغوطن أحدكم على المحجة، ولا يبولن على سطح في الهواء، ولا في ماء جار. فمن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا وللهواء أهلا. وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله في الهواء، ولا يستقبل به الريح. البسوا ثياب القطن، فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لباسنا. ولم نكن نلبس الصوف ولا الشعر إلا من علة. إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولا تلبسوا السواد، فإنه لباس فرعون.
ولا تحتذل ملسا، فإنه حذاء فرعون، وهو أول من حذا الملسان. تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصابه كلب جاف فلينضح ثوبه بالماء، وإن كان الكلب رطبا فليغسله. لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة مع المرأة في ثوب واحد، فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب، وهو التعزير. افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير. ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني، فيكون والله كذلك. إن للخير والشر أهلا، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. إياكم والتسويف في العمل، بادروا به إذا أمكنكم. البر لا يبلى والذنب لا ينسى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره. لا تستصغروا قليل الإثم لما لم تقدروا على الكبير، فإن الصغير يحصى ويرجع إلى الكبير. أحسنوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم. لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين. أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده ترفعه. صلوا أرحامكم ولو بالسلام، لقول الله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ليتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه، كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن هيئة. تنظفوا بالماء من الريح المنتنة التي يتأذى به، وتعهدوا أنفسكم، فإن الله عز وجل يبغض من عباده القاذورة الذي يتأفف به من جلس إليه. روضوا أنفسكم على الأخلاق الحسنة، فإن العبد المؤمن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اطرحوا سوء الظن بينكم، فإن الله عز وجل نهى عن ذلك. المسلم مرآة أخيه، فإذا رأيتم من أخيكم هفوة فلا تكونوا عليه الباء، وكونوا له كنفسه، وأرشدوه وانصحوا له وترفقوا به. وإياكم والخلافة فتمزقوا، وعليكم بالقصد تزلفوا وترجوا وتؤجروا. إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا، وأظهروا لهم البشاشة والبشر،
تتفرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب. إذا عطس أحدكم فسمتوه وقولوا يرحمك الله، وهو يقول يغفر الله لكم ويرحمكم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صافح عدوك وإن كره، فإنه مما أمر الله عز وجل به عباده. يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يكافئ عدوك بشيء أشد عليه من أن تطيع أمر الله فيه. وحسبك أن ترى عدوك يعمل بمعاصي الله عز وجل. إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه. مودة ذوي الدين بطيئة الانقطاع، دائمة الثبات والبقاء. ومودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. ارحموا ضعفاءكم واطلبوا الرحمة من الله عز وجل لهم. لا تحقروا ضعفاء إخوانكم، فإنه من احتقر مؤمنا حقره الله، ولم يجمع بينهما يوم القيامة إلا أن يتوب. ولا يكلف المرء أخاه الطلب إليه إذا عرف حاجته. إذا قال المؤمن لأخيه أف انقطع ما بينهما، وإذا قال له أنت كافر كفر أحدهما. وإذا اتهمه انماث الإسلام في قلبه كما ينماث الملح في الماء. من قال لمسلم قولا يريد به انتقاص مروءته حبسه الله عز وجل في طينة خبال حتى يأتي مما قال بمخرج. تزاوروا وتوازروا وتباذلوا، ولا تكونوا بمنزلة المنافق الذي يصف ما لا يفعل. المؤمن لا يغش أخاه ولا يخونه ولا يتهمه ولا يخذله ولا يقول له أنا منك بريء. اطلب لأخيك عذرا، فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. إياكم وغيبة المسلم، فإن المسلم لا يغتاب أخاه، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اتقوا ظنون المؤمنين،
فإن الله سبحانه وتعالى جعل الحق على ألسنتهم. لا تقطعوا نهاركم بكيت وكيت وفعلنا كذا وكذا، فإن معكم حفظة يحفظون عليكم وعلينا. واذكروا الله عز وجل بكل مكان فإنه معكم. وصلوا على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، فإن الله يتقبل دعاءكم عند ذكر محمد ودعائكم له صلى الله عليه وآله. المؤمن نفسه منه في تعب، والناس منه في راحة. وليكن جل كلامكم ذكر الله عز وجل. قلوب الرجال وحشية، فمن تألفها أقبلت عليه. لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وغيبته ووفاته. الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق، والتقصير عن الاستحقاق عي أو حسد. شارك الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغناء وأجدر بإقبال الحظ عليه. إذا كان في رجل خلة روائق فانتظروا أخواتها. إياكم والجدال، فإنه يورث الشك. احسبوا كلامكم من أعمالكم، يقل كلامكم إلا في الخير. كفوا ألسنتكم وسلموا تسليما تغتنموا، فرب قول أنفذ من صول، وربما فتنة أثارها قول. باللسان يكب أهل النار في النار، وباللسان يستوجب أهل القبور النور. فاحفظوا ألسنتكم واشغلوها بذكر الله عز وجل. أدوا الأمانات إلى من ائتمنكم، ولو إلى قتلة الأنبياء عليهم السلام. أوفوا بالعهود إذا عاهدتم، فما زالت نعمة عن قوم ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحوها. إن الله ليس بظلام للعبيد. ولو أنهم استقبلوا ذلك بالدعاء لم تزل. ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم أو زالت عنهم النعم فزعوا إلى الله عز وجل بصدق من نياتهم، ولم يهنوا ولم يسرفوا، لأصلح الله لهم كل فاسد ورد عليهم كل صالح. وإذا ضاق المسلم فلا يشكون ربه عز وجل، ولكن يشكو إليه، فإن بيده مقاليد الأمور وتدبيرها في السماوات والأرضين،
وما فيهن، وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. تعرضوا للتجارة فإن فيه غنى عما في أيدي الناس، وإن الله عز وجل يحب العبد المحترف الأمين. ومن اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا، فلا يقعد في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع. أكثروا ذكر الله عز وجل إذا دخلتم الأسواق وعند اشتغال الناس بالتجارات، فإنه كفارة للذنوب وزيادة في الحسنات، ولا تكونوا من الغافلين. إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق فقولوا حين تدخلون الأسواق: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين فاجرة، وأعوذ بك من بوائل الإثم. ألموا بالقبور التي ألزمكم الله عز وجل حق سكانها، وزروها واطلبوا الرزق عندها، فإنهم يفرحون بزيارتكم. أكثروا ذكر الموت ويوم خروجكم من القبور وقيامكم بين يدي الله تهون عليكم المصائب. لا يمين للولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها. من أحزن والديه فقد عقهما. ليطلب الرجل الحاجة عند قبر أبيه وأمه بعدما يدعو لهما. من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب، كذلك تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى. أقل ما يلزمكم لله تعالى ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه. إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها، فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها. من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. إياكم والتفريط، فإنه يورث الحسرة حين لا تنفع الحسرة. إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام وأكثروا ذكر الله عز وجل، ولا تولوهم الأدبار،
فتسخط الله وتستوجب غضبا. إذا رأيتم من إخوانكم في الحرب المجروح، أو من قد نكل به، أو من قد طمع عدوكم فيه، فقوه بأنفسكم. اصطنعوا المعروف بما قدرتم على اصطناعه، فإنه يقي مصارع السوء. تنزل المعونة على قدر المؤونة، فأنفقوا مما رزقكم الله عز وجل، فإن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فمن أيقن بالخلف جاد بالعطية، وسخت نفسه بالنفقة. إذا ناولتم سائلا شيئا فاسألوه أن يدعو لكم، فإنه يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه، لأنهم يكذبون. وليرد الذي يناول يده إلى فيه فليقبلها، فإن الله عز وجل يأخذها قبل أن تقع في يد السائل. قال الله تبارك وتعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. تصدقوا بالليل، فإن الصدقة بالليل تطفئ غضب الرب جل جلاله. إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها، فإن القلب إذا أكره عمي. إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. أكثروا ذكر الله جل وعز على الطعام، ولا تلفظوا فيه، فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه، يجب عليكم فيه شكر وحمد. إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، وليأكل على الأرض. كلوا ما يسقط من الخوان، فإنه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل، لمن أراد أن يستشفي به. إذا أكل أحدكم الطعام فمص أصابعه التي أكل بها، قال الله عز وجل ذكره: بارك الله فيك. لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته. لا يشرب أحدكم الماء قائما، فإنه يورث الداء الذي لا دواء له إلا أن يعافي الله عز وجل. ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى، ولا يتربع، فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها. عشاء الأنبياء بعد العتمة، فلا تدعوا العشاء، فإن تركه يخرب البدن. لكل شيء ثمرة، وثمرة المعروف تعجيل السراج. إذا قرأتم والتين فقولوا في آخرها: ونحن على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأتم قولوا آمنا بالله،
فقولوا آمنا بالله حتى تبلغوا إلى قوله ونحن له مسلمون. ينزل الصبر على قدر المصيبة، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته فقد حبط أجره. السعيد من وعظ بغيره فاتعظ، والعمر الذي أعذر الله سبحانه فيه إلى ابن آدم 60 سنة، لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة. المسؤول حر حتى يعد، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتار. المقتول دون ماله شهيد، المغبون غير محمود ولا مأجور. لا صمت يوما إلى الليل إلا في ذكر الله عز وجل. لا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح. الدنيا دول، فاطلب حظك منها بأجمل الطلب، واصطبر حتى تأتيك دولتك. صواب الرأي بالدول، يقبل بإقبالها ويذهب بذهابها. مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل. واستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لا تعجلوا الأمور قبل بلوغها فتندموا، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. من الخرق المعاجلة قبل الإمكان، والأنات بعد الفرصة. استعيذوا بالله عز وجل من غلبة الدين، فإنه ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب. إذا كسى الله عز وجل مؤمنا ثوبا جديدا فليتوضأ وليصلي ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس، وليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنه لا يعصي الله فيه. عليكم بالصفيق من الثياب، فإنه من رق ثوبه رق دينه. لا يقومن أحدكم بين يدي ربه جل وعز وعليه ثوب يشف. تشمير الثياب طهور لها. قال الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، أي فشمر.